اليوم قررت نجي تطوال عند ام جي موطو باش نشري لي فارسوكور جداد. غادي تقول لي علاش ام جي موطو بالضبط؟ الجواب سهل، لانهم كيتعاملوا احسن معامله باحسن ثمن. مؤخرا عانيت بزاف لان الاضواء ديال الدراجه ديالي غير كافيه، خصوصا ملي كيتاح الليل او ملي كتاح ضبابه. عليها قررت نزيد الاضواء، فخيبادر بدا كيشرح لي وكيوريني الميزه ديال كل موديل. اول موديل كان هو فوتور ايس او اف 1، كيجي الحجم ديالو صغير، كيجيو فيه جوج ديال الالوان ابيض وصفر، وفي الجنابز ديالو كيجيونا فيه الليد اللي يمكن لك تخدمو مع السنيال. ثاني موديل كان هو فوتور ايس اكس 80 اللي كيجينا كبير شويش على الموديل السابق، ولكن الشكل ديالو انيق واجمل، فيه جوج ديال الاضواء ابيض وصفر ويمكن لك تخدمهم بربعه ديال الاختيارات. ثالث موديل كان هو فوتور ايس زد 4، كيجينا كبير على الموديلات اللي فاتوا وبشكل مبدل حيت فيه 4 ديال الاضواء. الموديل الرابع واخطرهم فوتور ايس اكس 100. هاد الموديل كيجينا بواحد الديزاين خيالي وفيه واحد الضوء اللي مجهد، وكيجيو فيهم جوج ديال الكاش. من بعد ما ركبتهم تصدمت بقوه الاضواء اللي فيهم. باش نزيد نقربكم اكثر، شوفوا الاضواء اللي كانوا عندي الضوء ديالهم، وشوف الاضواء اللي ركبت الضوء اللي فيهم. واللي زاد عجبني اكثر هو ملي كنكون داخل المدينه فيمكن لي نشعل الضوء غير على الكتابه ديال فوتور ايس، واللي كيعطيونا واحد المنظر ما شاء الله. استلمنا الامانه ديالنا باحر تحيه واحلى ابتسامه. فبغيتكم نتوما تقولوا لي كيف جاكم هذا الموديل اللي اخترت، واذا بغيتوا اي استفسار ما عليكم الا تتواصلوا مع ام جي موطو. كيف العاده ديما استفاده. تشاو.